لو انا ميديا باير ايه المعلومات اللي انا المفروض اخدها من الكلاينت؟ كل حاجه تتخيل انها مش هتبقى مفيده بتبقى مفيده بعد كده. لازم تعرف اشتغل ميديا باينج قبل كده ولا لا، ساب اصلا المكان اللي قبلك ليه، طيب كان بيصرف قد ايه، كانت مبيعاته عامله ايه، طب هو دلوقتي مبيعاته من غير اعلانات خالص لو ما عملش قبل كده كانت ماشيه ازاي، طيب البيزنس بتاعه ايه الحاجات اللي موجوده فيه كومبيتيتيف ايدج، يعني ايه الحاجات اللي موجوده عنده مش موجوده عند حد تاني، ليه الناس هتشتري منه هو مش هتشتري من حد تاني، ايه المشاكل اللي واجهته الفتره اللي فاتت كلها. كل الاسئله اللي تخطر على بالك، كل الحاجات دي هتساعدك انك تبني كونتنت وان انت تبني كامبين ناجحه. لازم تساله على الاودينس، مين اللي بيشتري منك، هم سنهم قد ايه، ما تتكسفش من الاسئله دي، الاسئله دي هي اللي بتنجح الكامبين. سنهم قد ايه، بيفكروا ازاي، طب ما تيجي نفكر مكانهم. انت بتاخد منه معلومات ومش بتقفل عليها، بتسيرش بعدها، انت بتكمل سيرش، بس على الاقل لازم تاخد منه معلومات لان هو اكتر حد فاهم البراند بتاعه بيشتغل فيه من زمان. بس للاسف بتبقى فاكره ان انت عشان هتاخد منهم الاسئله دي كلها تقول لك طب انت هتشتغل تعمل ايه. يا جماعه انت ادرى حد بالبيزنس بتاعك، انا بسيرش وراك بشوف المعلومات اللي انت بتقولها لي اكيوريت ولا لا، ايه المعلومات اللي تفيدني وايه العلامات اللي مش هتفيدني. ليه ابدا من الاول واقعد اسيرش؟ طب ما تساعدني، ما احنا اوريدي تيم. وانت ككلاينت اي معلومه هتقولها اتاكد 100% ان احنا نستفاد منها وان هي هتبقى مفيده.